بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد في قناة وصفات اقتصادية. قناتي بتهتم بتقديم الوصفات السهلة والسريعة بأقل مجهود وأقل نفقات، سهل تنفيذها بالنسبة للطلبة المغتربين أو الإخوة العاملين بالخارج، مش محتاجين تضيعوا وقت كتير في الوقفة في المطبخ علشان تنفذوها. وصفة النهاردة سريعة وسهلة وبسيطة جدا. في بنوتة راجعة من الكلية عايزة تحضر الغداء بتاعها أو تحضره من بالليل، مش هتقفي كتير خالص في المطبخ ولا هتستهلكي مجهود برضه، يعني 10 دقايق وتكون الوصفة جاهزة. ومش معنى إني بقول وصفات اقتصادية يعني مش هعمل فراخ أو لحوم أو أسماك، لأ أنا هعمل، لكن في حدود إمكانياتي وكمان بالعناصر المتاحة، يعني أوظف المتاح عندي لتلبية احتياجاتي، ما اضغطش على نفسي، ما خليش الظروف هي اللي تستخدمني، لا أنا أستخدم كل الظروف لصالحي. عندي فرخة في الفريزر مغسولة ومتقطعة، خرجتها من الفريزر، اديتها شطفة كمان كويسة قوي، وحددت أنواع الخضار اللي أنا هستخدمها في الوصفة، كمان طلعتها من التلاجة. الخضار اللي بحتاج له خلال الأسبوع بشتريه وبغسله وبحطه في علب التلاجة. الفرخة دي أنا هعملها مشوية بالخضار. الوصفة سهلة وسريعة. البصل عنصر مهم جدا في مكونات الوصفة، يعني لا تخلو أي وصفة سواء كانت باللحوم أو بالدواجن من وجود البصل، فهو العنصر الأساسي في المكونات اللي بيبقى بعد العنصر الأصلي اللي هو البروتين اللي موجود سواء فراخ أو لحوم. في ناس مش بتحب البصل في الأكل أو تحبه ظاهر فيه، ممكن تستبدلوه بالبصل بودر، برضو هيؤدي الغرض، لكن طبعا الأفضل إنه يكون البصل. بكمل تقطيع البصل وبعدين هشوف بعد كده ايه التوابل اللي هستخدمها في وصفتنا النهاردة. الوصفة أنا مسمياها الخروج عن المألوف، لأني خرجت عن المألوف بالنسبة لي في اتباع خطواتي، لكن في الوصفة دي النهاردة أنا هبحبح إيدي شوية في التوابل، طبعا حسب احتياج الوصفة. التوابل مش مجرد منكهات أو ريحة بتفوح من الأكل وقت التسوية. التوابل طبعا احنا عارفين ان هي بتكمل العناصر اللي موجودة في الطبخة او في اي وصفة بتتعمل. وزي ما انا مش عايزة اصرف كتير ولا اقف كتير في المطبخ، كمان انا مش هستخدم اواني كتير، يعني على طول انا هستخدم مجرد الصينية بس هي اللي هستخدمها في التسوية، هي اللي بستخدمها في مرحلة إعداد الوصفة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص أنا خلصت تقطيع البصل، بدأت أحط التوابل. أول حاجة حطيتها الملح والفلفل، زودت معلقة تانية للفلفل علشان طبعا هو مهم جدا في تحضير الأكلات. حطيت معلقة كركم صغيرة، مش كركم كاري. بعد كده بحط بابريكا، برضو بزود بابريكا مدخنة بما ان الفراخ حشوية. كمان هحط زعتر. مقادير التوابل نقدر نقول ان هي بمقدار نص معلقة شاي، يعني بفرك كده الزعتر عشان الروايح بتاعته كده تختلط مع العناصر اللي هتتحط ومكوناته. طبعا ده روزماري، هفرك برضو الروزماري عشان ينتشر. الروزماري يا جماعة بيذوب الدهون اللي على الأعضاء الداخلية لأجسامنا. ده نعناع عشان لو في أي مشاكل مثلا من البصل
أو أي أكلة أو أي حاجة من المكونات بتعمل مثلا غازات أو حاجة، مش هيعمل كده، هيريح المعدة جدا. ليمونة، بما إني هحط الفراخ طبعا الليمون هتديلها طعم حلو قوي. وكمان لو في طبعا هي مغسولة بس يعني تحسبا للزفرة، فمش هتخلي ريحة زفرة خالص في الفرخة كده. دي آخر مكون أنا حطيته. طبعا كده بالنسبة لي يعني التوابل على غير عادة وصفاتي، لكن هي ضرورية. انتوا عارفين ان انا مش بحب احط توابل كتيرة. ابتدي بقى دلوقتي اعمل ايه، مزج التوابل مع البصل. يعني احس كده ان العصارة بتاعة البصل نزلت واختلطت بالتوابل. لما احس ان التوابل امتزجت كويس قوي بالبصل، خلاص بقى انا هبتدي بقى في تطبيق الوصفة، اللي هي اني اتبل الفراخ واسيبها تشرب من العصارة بتاعة البصل لحد ما ابتدي احضر الخضار اللي هشويه مع الفرخ. انا مش مستخدمة لو تلاحظوا الجلافز، اولا لانه مش متاح، ثانيا انا بستخدم ايدي، مضمنش هو مصنوع من ايه. مهما كان حتى لو طبي، انا ما بحبش استخدم اي حاجة غير ايدي. طبعا اهلنا طول عمرهم بيستخدموا ايديهم، يعني مش بيلبسوا اي جلافزات في ايديهم ولا حاجة. في البيت امهاتنا طبعا كانت بتحضر الاكل بايديها، ما بتستخدمش جلافز ولا حاجة. ما علينا، دلوقتي نبتدي نحشي البصل ما بين الجلد واللحم بتاع الفرخة. طبعا اثناء غسيل الفرخة طبعا يا عيني ما استحملتش. انا غسلت طبعا ما بين الجلد واللحم بتاع الفرخة. احشي بقى هي دي فرخة واحدة، اربع قطع. بحشي على قد ما اقدر بقى، يعني علشان كده انا بقول اللي عايز يزود بصل يا جماعة يزود، لان البصل جوه الفرخة دي بيديها طعم تحفة بصراحة. في وقت التسوية العصارة بتاعة البصل هتتغلغل في نسيج الفرخة. انا ما فتحتوش بالسكينة ولا حاجة من جوه، لكن هي هتتشرب من العصارة. لان عشان كده انا بقول انا لازم اخلي البصل متقطع مش مبشور. كده خلصت الاربع قطع. بدأت بقى في تحضير الخضار. اول نوع هنا الجزر، عندي 3 جزرات. ابتدي اقشرهم واقطعهم. انا في العادي بستخدم الجزر بقشره في الوصفة دي. لما بتكون الجزرة نفسها ملساء، لكن انا لقيت ان هي فيها تجزيعات كده، فحبيت ان انا لقيت ان من الافضل يعني ان انا اقشرها كده. ده اول نوع من الخضروات. انا دلوقتي مش بعد بقى خضروات، انا بعد عناصر غذائية. يعني الجزر اول حاجة دلوقتي كانت الفراخ دي البروتين. تاني حاجة كانت التوابل. والتوابل زي ما احنا عارفين مش منكهات بس، لا هي علاجية وغذائية في نفس الوقت. خلاص بعد ما بقطع بقى خلاص الجزر بقطعه كده. ده اول حاجة في الخضار فيتامين ايه مهم جدا للبشرة وللنظر. الجزر مهم جدا جدا، وياريت استخدامه يكون يومي بصفة يومية، سواء عصير سواء
أكل بس، أو مع البرتقان، في برتقان دلوقتي نعمله عصير بيبقى قيمته الغذائية عالية جدا، وحلو قوي في الشتا ده، بيقوي جهاز المناعة كمان. تقطيع الخضار بالحجم اللي حضراتكم شايفينه دوت، طبعا علشان يتناسب مع وقت تسوية الفرخة، لان لو قطعته اصغر من كده هيستوي قبلها وممكن يبقى زي ما بيقولوا كده مهري. هبتدي بقى احطها على التتبيلة اللي موجودة، اللي اتبقت من حشو الفراخ، علشان كده انا مزودة في البصل. النوع التاني من الخضار هنا هو الكوسة، عندي 4 كوسات. ببتدي طبعا في تقطيعها. الكوسة مفيدة جدا للجهاز العصبي، مفيدة لأصحاب الضغط المرتفع، بتنزل الضغط بسهولة. لما في وقت ارتفاع الضغط، يعني اللي يحس بالضغط مرتفع ياكل واحدة نية، فبتظبط الضغط بسرعة. بقطعها بحجم يكاد يكون قريب من الجزر برضو، رغم ان الكوسة رقيقة كده، لكنها ممكن حد يقول ان هي هتتهرى في الوصفة، لان طبعا تسوية الكوسة غير تسوية الجزر. لا، بقول لكم ان هي هتستوي معاه وبنفس التوقيت بتاعه. ابتدي احطها كده مع الجزر تاني، يبقى كده دي الاضافة التانية. فانا بحط دلوقتي مكونات مش مجرد الوان حلوة ولا طعم لذيذ، لا، انا بعد العناصر الغذائية اللي انا بضيفها. طبعا البروتين موجود في الفرخة، الكاروتين موجود في البصل، البطاطا دي ما تستغربوش وجودها في الوصفة، هي هتبقى حاجة لذيذة جدا جدا، مهمة جدا لتنظيم السكر والضغط، ومرضى القلب كمان مفيدة جدا. ادي كمان اضافة مفيدة، البطاطس، المادة النشوية المفيدة للبطاطس. برضو قشرتها هي كمان نص تقشيرة او ربع تقشيرة، وبدأت اقطعها كده حوالي 4 اجزاء، او لو كانت صغيرة ممكن اخليها جزئين بس. خلاص كده انا اضيف المكونات على التتبيلة اللي انا كنت متبلة بيها، وابتدي امزجهم مع بعض كويس قوي. اراعي توزيع بقى الفراخ والخضار في الصينية، وده لان اعلى درجة حرارة موجودة في الصينية هي الحواف بتاعتها. فبكده انا بقى هخلي الجزر هو اكثر صلابة من باقي الخضر يعني. هخليه على الحواف، وهخلي فوقيه قطع الفراخ، لان الفراخ انا هخليها عند حواف الصينية ايا كان، علشان تبقى من بره مشوية ومن الداخل طرية وجوسي، ما تبقاش حادة وناشفة يعني. لو لاحظتوا هنا هتلاقوني بشيل قطع الفراخ واتأكد ان تحتها قطع من الخضار الصلب اللي محتاج درجة حرارة اعلى. بعد ما بوزع المكونات في الصينية، بعد كده المرحلة اللي جاية بتبقى تحضير التشريبة اللي هسوي بيها الحاجات دي. عندي مكونات بسيطة كده لعمل كوكتيل ظريف اعمله كتشريبة للوصفة.
عبارة عن حبايتين طماطم وبرتقانة، وكمان عندي رمان اخدت منه واحدة بس، هي لقيتها تكفي. تمام. بعد كده ببتدي احطهم في الخلاط سوا، واحط عليهم كمية مية مناسبة علشان تحريك الخلاط. لو عندكم عصارة ممكن تستخدموا العصارة. هنا المتاح عندي الخلاط فاستخدمته. تمام. بضربه لحد ما الاقيه يعني يبقى مناسب لاني امرره من المصفى. لقيت العصير تقيل بسبب طبعا الالياف بتاعه البرتقال، فزودت نص كوباية مية كمان، وبدأت يعني اضربه تاني علشان يبقى اسهل في التصفية. بعد ما زودت المية بقى اسهل في الضرب، وبقى كمان اخف. لو نلاحظ حتى شكل العصير نفسه اتغير، بقى باين انه خفيف. اللي واضح دي البذور بتاعة الرمان. انا هصفي الكوكتيل ده في مصفى عادية جدا، اي مصفى تحجز البذر، يعني مش شرط ناعمة او خشنة، المهم تحجز البذر. الكوكتيل بقى جاهز بعد ما صفيته خلاص. احضر بقى الصينية، اجيبها معايا هنا وابتدي اوزع الكوكتيل على المكونات اللي في الصينية، وابتدي ازود فوق الفراخ بصفة خاصة وعلى الخضار ككل. احط الكوكتيل بعد ما صفيته كده على جنب، واوسع مكان علشان هجيب الصينية بقى وابتدي اوزع الكوكتيل اللي عملته كتشريبة علشان التسوية. هقول بسم الله الرحمن الرحيم كده واسمي الله، وابتدي ان انا اوزع الكوكتيل على الوصفة. هوزع فوق قطع الفراخ، وبرضو فوق الخضار. هضيف الكمية كلها بتاعة الكوكتيل. هي هتخلي الشوي يعني تسويته يعني جوسي، وهتخلي الفراخ من جوه طرية، واللذاذة بتاعة الرمان والبرتقال بالإضافة لليمون اللي موجود كمان على البصل هيخلي الطعم يعني طعم جديد بالنسبة لنا يعني، والخضار كذلك هيبقى طعمها كده. بوزع على كل قطعة موجودة في الصينية. هوزع الكوكتيل بالكامل في الصينية على كل العناصر من فوقيها كده، خاصة الفراخ. الكوكتيل ده لما في الفرن بقى أثناء التسوية بيتشرب بسرعة جدا. وكمان أنا بقيت أفتح يعني كل 5 دقايق كده اخد منه واشرب الفراخ والخضار. الفترة اللي الصينية لسه بقى بتكمل سوا فيها في الفرن، انا بدأت اعمل الرز. وبما ان الوصفة فيها فراخ فانا هعمل الرز بالفريك. عندي كوباية فريك صغيرة غسلتها وبدون نقع. عندي هنا معلقتين سمنة في حلة. لما السمنة بدأت تسيح انا نزلت بكوباية الفريك. هبتدي احمر الفريك. مرحلة تحمير الفريك دي مهمة وضرورية طبعا، لانه محطوط مع الرز هنا علشان ما يبتديش يتضاعف. هو لما بيستوي طبعا احنا عارفين ان هو حجمه بيتضاعف، فده هيعجن مع الرز.
انا هتأكد كويس قوي ان هو اتحمر بدرجة كبيرة. بعد ما اتأكد من كده طبعا علشان يتحمر بسرعة انا بحط له ملح. يعني اي حاجة عايزينها تتحمر بسرعة تفقد السوائل اللي فيها بتضيفوا ليها ملح عند التحمير. انا حطيت معلقة كده كويسة لان طبعا انا مش هحط تاني خلاص الرز. خلاص كده هو بدأ يتحمر كويس. في الوقت ده احنا طبعا عارفين ان الصينية موجودة في الفرن لسه بتبتدي في السوا. احنا لسه حاطينها. هخلص هنا انزل الرز على الفريك واديله تقليبة واغطيه، وبعد كده اروح على الصينية اشوفها ايه اخبارها، استوت او لسه. لان هي مش هتتأخر في السوا الوصفة، يعني الرز سواه هيبقى موازي لسوى وصفة الفراخ. بناتي المغتربات انا معاكم خطوة خطوة كده، يعني مخلية الفيديو طويل علشان تبقوا معايا في خطوة خطوة. تمام كده. طبعا كل حاجة بالتدريج عملتها قدامكم، سواء كانت في الوصفة بتاعة الفراخ وكمان الرز. تمام. بعد كده طبعا الرز خلاص مغسول. هجيب الرز وابتدي برضو اقلبه مع الفريك يكمل تحمير معاه، علشان برضو ده يخلي الرز متفلفل ما يعجنش. وجود الفريك برضو مع الرز زيادة في القيمة الغذائية. يعني في ناس ما تعرفش ان الفريك قيمته الغذائية عالية، هو مفيد جدا للمفاصل وحلو جدا جدا للجهاز العصبي. مفيد جدا الفريك. تمام. فيعني مش مجرد اي طعم واي شكل انا عايزاه، انا عارفة انا بحط ايه وليه في الوصفة. يعني كده خلاص هبتدي ازود. انا عندي هنا كمية الرز كوبايتين، هحط كوبايتين مية للرز وكوباية قلناها بتاعة الفريك، فكده انا هحط 3 كوبايات وهقلبه وهغطيه واروح على الصينية اشوفها في الفرن بقى ايه اخبارها. كده خلاص انا هقلبه وهغطيه واستنى لما يغلي اقلبه تقليبة تانية، واحط تحته شياطة واسيبه على نار هادية يتشرب ويتفلفل. اقول اكشف عليه بعد ما غطيته وغلي اهو. اديله تقليبة كويسة، اتأكد انه مش محتاج مية كمان، واشوف المية اللي موجودة فيه هتكمل سواه ولا مش هتكفي. هي كده المية مناسبة ليه خالص. اغطيه واخليه يكمل سوا برضو. انا هنا لسه ما حطيتش خالص الشياطة، استنيت لما يتغلى وبعدين هبتدي احط شياطة تحته. اتابع بقى الصينية عملت ايه. لو تلاحظوا هتلاقوا انها بدأت تتشرب في خلال الفترة اللي انا حضرت فيها الرز. تمام. بصوا كده هتلاقوا الخضار بدأ يستوي، هو ما استواش سوا كامل. تلاحظوا هنا ان الصوص خلاص اتشرب.
أكمل الناحية التانية متابعة بقى هنا الرز. أنا عايزة أنا أشوف إيه اللي يعني في حصل الفترة دي في الرز بتابع بعد يعني التشريب، مرة هل استوى؟ أشوف تسوية الرز هل حصل فيها الفريك إيه، استوى وأكمل أشوف ولا الصينية في الفرن إيه اللي حصل ضعف فيها. حجمه؟ بفرق هنا الرز عن هنا الفريك أنا لاقيه علشان لسه محتاج برضو إنه يفضل شوية زي على ما قلت النار لكم الفريك بيضاعف حجمه علشان لما بيستوي. يتشرب أكتر ويكمل لكن سوا أكتر. لاحظت الحمد لله إن التحميرة اللي حمرتها له كانت تمام وما عملش أي مشاكل ولا حاجة. آه، عايزة أشوف استوى ولا لسه يعني. هبتدي أدوق كده يعني حباية من ده أو من ده، فلقيته لسه. ابتدي تقليبة كده وأغطي عليه تاني كده. يبقى الرز فاضله يعني حاجة بسيطة يكمل التشريبة بتاعته سواه في نفس الوقت. والفراخ كمان برضو فاضل لها برضو تكمل تشريبة بسيطة وتكون تمت النضج تمام كده. خلاص تعتبر دي المرحلة الأخيرة تعتبر يعني. عايزة أشوف الصينية أهي كده خلاص هي استوت تمام. وتلاحظوا كل حاجة تمام. شكلها من بره شكلها جميل جدا. ولو دقتوها كمان حاولوا تجربوا الوصفة هتعجبكم قوي وهتعتمدوها زي ما قلت لكم. والرز كمان طعمه حلو قوي قوي مع الفراخ. جربوا وصفتي. الناس اللي بتدخل بتشوف الوصفات وبتنسى تعمل مشاركة، اتأكدوا انكم مشتركين. لو عجبتكم الوصفة دوسوا لايك، فعلوا الجرس علشان توصلكوا كل وصفاتي. تشرفني متابعتكم وأهلا بيكم في قناتي. باي باي.